صباح الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وبخير. انا النهاردة عاملة لكم بصراحة فرخة خطيرة زي ما انتوا شايفينها كده. جميلة جدا جدا جدا. وعايزة اقول لكم على حاجة، شايفين شكلها؟ انا ما نشوتها على الفحم، بالعكس انا شوياها في فرن البوتاجاز. بجد تشوفيها اكنك شوياها على الفحم، وهتعجبك جدا لشكلها وجمالها وطعمها وريحتها، وكل حاجة فيها جميلة جدا جدا جدا. بس قبل ما هبدأ الفيديو، قبل ما اقول لكم على الطريقة وقبل ما اقول لكم على التتبيلة، احب اقول لكم اللي بيشوفني لاول مرة يا ريت تشتركوا معايا في القناة، وما تنسوش تعملوا اللايك عشان القناة مش هتكبر غير بيكم وبوجودكم معايا في القناة. قناتي مروة الحداد. ودلوقتي انا عندي فرخة اشتريتها طبعا ونضفتها كويس جدا وغسلتها كويس. وبعد كده بقى ابدا اشيل بقى ايه الجزء اللي انا هشيله دوت، اللي هو الجزء اللي هو العمود الفقري بتاعها، اللي هو يا ايه واخد ايه من الرقبه كده. ونشيل الرقبه ايه طبعا معاه ونعملوها ايه بالمقص كده، اكنك بتقصي كده حاجه بالمقص، والمقص اسهل حاجه يشيلك الجزء اللي هو العمود الفقري بتاع الفرخه كده بالرقبه بتاعتها. وبعد كده بعد ما هنشيله بقى الجزء بتاعها دوت، يعني ايه لازم تشيليه خالص من الايه من الفرخه بتاعتنا. وبعد كده نقوموا جايبين الفرخه كده ونبداوا ايه نفردوها بقى، عشان احنا هنشويها. وما ينفعش نشويها غير يعني ايه لما تكون مفروده كده. وتجيبي طبعا تدقيها كده بحيث تتفرد معاكي خالص، عشان ما يبقاش فيها حتت يعني ايه تخينه كده معاكي، ما تستويش معاكي بسرعه وتاخد وقت معاكي في التسويه. فانا بقى جبت الشاكوش بتاعنا دوت، او المدق اللي هو بتاع البفتيك، او اللي انت تعملي بيه بقى الفراخ، والايه تدقدقيها كده شويه بحيث تحسي ان الفرخه معاكي ايه اتفردت كده واتبططت ايه معاكي. وبعد ما عملت كده بقى نعمل بقى المحلول الملح بتاعنا اللي احنا هننقع فيه الفرخة، اللي هو يعني ايه بيخلي الفرخة جميلة. المحلول الملح ده عبارة عن ملح وسكر وليمون، وبنحط ايه شوية من الخل. يعني بصراحة اللي هو المحلول دوت بيخلي بتاع الفرخه بتاعتنا جميله، بيخليها طريه كده وطعمها جميل، وتحسي ان انت بتاكلي حاجه ايه طريه كده وناعمه وانت بتاكليها. طبعا احنا بننقع الفرخه بتاعتنا فيه بقى ايه لمده يعني ايه يعني نص ساعه تقريبا، يعني ما تكترش عن نص ساعه، ساعه بالكتير. الفرخه بتكون كويسه، وبيخلي الفرخه بقى ايه بتاخد ريحه احلى وبتبقى بيشيل منها اي زفاره او اي حاجه موجوده فيها. بتحسي ان الفرخه معاكي جميله قوي كده، ويعني ايه يعني ريحتها حلوة وكويسة. ودلوقتي بقى بعد ما نسيبها بقى في المحلول الملحي، نبدأ بقى نعمل ايه التتبيلة بتاعة الفرخة بتاعتنا. عبارة عن بصل زي ما انتوا شايفين كده، وطماطم وتوم وفلفل اخضر، او فلفل يعني اي او قرن شطة لو حابين تعملوها يعني ايه حراقة شوية. بس طبعا عشان انا عندي اطفال فبحب الحاجة ايه تبقى عادية يعني وكده، ما تبقاش عايزاها تبقى باردة، مش عايزاها حارة يعني. طبعا نقطع البصل اي تقطيع عندك زي ما انت شايفاه كده، اي تقطيع تحبي تقطعيها. وبرده نقطع الفلفل، ونقطع برضو ايه الطماطم بتاعتنا اللي موجوده، طماطميه حلوه كده. ونقطع بقى ايه الفصين 3 توم اللي احنا حاطينهم، عشان التوم طبعا بيدي ريحه وبيدي نكهه جميله قوي للمشاوي. وبعد ما اقطعهم كده، ابدا بقى اجيب الخلاط بتاعنا اللي انا هحط فيه كل الخضار اللي انا قطعته دوت، اللي هو البصل والطماطم والفلفل والثوم. وبعد ما احطه بقى ابدا بقى اتبله، يعني احط التوابل بتاعتنا اللي احنا نستعملوها، عباره عن ملح ومعلقه من الفلفل الاسود. وطبعا هنحط لها بابريكا، وهنحط لها طبعا بهارات فراخ موجودة معانا. وطبعا انا بحب ازود يعني ايه مع الحاجات ديت، بحب احط لها يعني ايه كركم. الكركم بيخلي طعم الاكل حلو، انا بحب الكركم معايا في الاكل دايما. واحط شوية من الخل. وبعد كده اخد ده كلاته، هضربه في الخلاط ضربة كويسة كده، عشان بقى ايه نتبل بيه الفراخ. ودي الخلطة بتاعتنا اللي هي تتبيلة الفراخ، ما شاء الله انا مش عايزة اقول لكم ريحتها وطعمها عاملة ازاي. بجد والله انتوا لو دقتوها ولا لو موجودين معايا وشميتوا الريحة، الريحة خطيرة خطيرة خطيرة، جميلة جدا. ودي تتبيلة جميلة جدا للفراخ وبتخلي الفراخ جميلة. نبدأ بقى نتبل الفراخ زي ما انتوا شايفينها كده. نفتح الفرخة الجلد بتاعها، نشيل الجلد بتاعها كده من تحت الجلد ايه ونتبلها، نحط التتبيله ديت تحت الجلد. وطبعا انت لما دقدقت الفرخه بتاعتنا كده،
طبعا ممكن تفتحها في فتحات كده بالسكينه بتاعتك، بس من تحت الجلد، عشان الجلد بتاعنا ما يتقطعش ويبقى ايه شكله ايه مش حلو في التسويه، ويبقى مش لطيف كده، بيبقى حاجه مش كويسه. طبعا بتخلي التتبيله تبقى في كل مكان في الفرخه، وطبعا بتتبليها طبعا من الوراك ومن كل اتجاه في الفرخه بتتبليها. وبعد كده بعد ما بنتبلوها التتبيله ديت بنسيبوها بقى ايه تتبل يعني ايه، تاخد وتدي كده في التتبيله، وتبقى ايه يعني تتشرب كده التتبيله حلوه قوي. ويفضل ان التتبيله ديت ممكن تسيبيها بقى ساعه اتنين. لو انت مستعجله قوي قوي بتحطها على طول في الفرن، مش مستعجله ممكن تبيتيها من بالليل، يعني انت لو فاضيه ممكن تعمليها بالليل وتسويها ايه تاني يوم عادي يعني. اروح بقى احطها كده في التلاجة. وبعد ما حطيت التتبيله بتاعتي بقى نروح بقى عشان نسوي الفرخه بتاعتنا. طبعا هنجيبوا صينيه زي ما انتم شايفين كده، ونحط فيها ميه وشويه من الخل، علشان الخل طبعا بيمنع ان الحاجات ديت يعني لونها يتغير مع غلو يعني الميه وهي بتغلي في النار، يفضل لونها زي ما هو كده السيلفر اللي باين قدامكم ده. واحط ورق لوري، واحط بعد كده اللي هو حبهان. وطبعا لو انت حابه تحطي القرفه، عيدان قرفه عندك تحطيها، مش حابه عادي، دي حسب الرغبه. في ناس ما بتحبش القرفه ولا بتحب نكهه القرفه، بس القرفه بتدي ايه، انا بحب نكهه القرفه يعني. وبعد كده هجيب الشبكه اللي هشوي عليها الفراخ بتاعتنا. واللي ما عندهوش الشبكه ديت اللي هي بتاعت المشاوي، ممكن تجيبي ورق اللي هو الفويل، اللي هو الورق السلوفاني يعني الفضي، وتحطيه على الصينية كده تفرديه، وتبدأي تخرميه بأي حاجة موجودة، عشان الصهد اللي طالع من المية. والفراخ لما تبدأ تستوي معانا بتنزل السوائل بتاعتها اللي فيها، تنزل من الخرام ديت. موجودة الشبكة عادي استعملي الشبكة، طبعا بتدي الشكل بقى المشاوي بالظبط. وطبعا الشبكة الأول لازم تتينيها زيت عشان الفراخ بتاعتنا ما تلزقش فيها. وبعد كده تقفلي الفرخة كويس، يعني تقفلي الشبكة بقى على الفرخة بقى كده. وبعد كده نروح نحطها في فرن البوتاجاز. أول ما تحطيها بقى في الفرن البوتاجاز بتحطها وتظبطي الدنيا كده، وتكوني بقى ايه مولعة الفرن من تحت ومن فوق، يعني الشواية والفرن مع بعض، عشان مجرد ما هتاخد اللون بتاعها اللي انت حباه من الشواية، هتبدأ تطفي الشواية وتوطي الفرن عليها وتسيبها تستوي براحتها عشان تشوفي احلى فراخ. ودلوقتي الفراخ بتاعتنا طلعت بصراحة، مش عايزة اقول لكم شكلها قدامكم زي ما انتم شايفينها كده، جميلة جدا، خطيرة خطيرة تحفة بصراحة يا جماعة. بصوا لونها خطير خطير خطير، ومش عايزه اقول لكم ريحتها عامله ازاي بجد، والله والله احلى من ال يعني الشوي على الفحم. شوي الفحم طبعا خطير وجميل، بس دوت بديل شوي الفحم. جميله جدا، تحسي فعلا ان انت شوياها وجايباها من بره، او شوياها عندك لو انت عندك شوايه الفحم. ونبدا بقى نشيلها بقى ايه الشبكه من عليها كده ونشوفوها، ما شاء الله الله اكبر. بصراحة الفرخة طعمها يعني مش عايزة اقول لكم، مش طعمها، ريحتها يعني أنا لسه ما دقتهاش، بس عايزة اقول لكم شوفوا ما شاء الله الفرخة حتى مستوية معانا، عشان انا سبتها استوت براحتها براحتها جدا. يعني لو طولت توطي عليها وتسيبها بقى ساعة ونص ساعتين كده مع نفسها كده في الفرن، تاكل احلى فراخ معاكي زي ما انت شايفاها كده. وانا عملت معاها رز بشعرية، انت ممكن تعملي معاها رز بسمتي، مكرونه. وطبعا تعملي بقى السلطات اللي انت عايزاها، الطحينه، بابا غنوج، اي حاجه، طبعا كاتشب، مايونيز، كل اللي انت حابه تعمليه معاها تعمليه. وعايزه اقول لكم يا جماعه والله طعمها خطير جدا وهتعجبكم، وانا عن تجربه انا مجرباها كذا مره، جميله جدا. بس انا حبيت اوريها لكم وتشوفوها، طريقه سهله وبسيطه. وقبل ما انهي معاكم الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، وباي باي.